بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهارده الحصة التانية من جبر تانية اعدادي الترم الاول. هناخد اول درس في المنهج اسمه الجذر التكعيبي. خدنا السنة اللي فاتت خدنا حاجة اسمها الجذر التربيعي وناقشناه الحصة اللي فاتت. فلما يجي يقول لي هنا تعالى نفتكر كان بيقول ايه. الجذر التربيعي لل25 يعني بسأل كام اضربه في نفسه يديني 25. كانت طبعا الخمسة. طب لو انا ما كنتش عارف كانت علامة الجذر التربيعي اهي على الآلة ان انا ادوس الجذر التربيعي لل25 فيقول لي الاجابة بتاعتي 5. طيب ولما كان يجي يقول لي الجذر التربيعي لسالب 9 ما كانش فيه جذر تربيعي لعدد سالب، فاول ما اشوف الجذر التربيعي لعدد سالب اقول له ما ينفعنيش، غير معروف. طيب لما يجي يقول لي الجذر التربيعي لس اس 8، اي اس تحت الجذر التربيعي قلنا ناخد نص الاس ده على طول، انزل السين زي ما هي ونص التمانية هي الاربعة. وقلنا طالما الاس بتاعي زوجي ما بحطهوش جوه قيمة مطلقة، اما لو كان الاس بتاعي فردي فكنت احطه تحت قيمة مطلقة. تعال نشوف السنة اللي فاتت اخدنا ايه في سنة 6. كان بيجي يقول لي مكعب طول حرفه 4 سنتي، انا عايز اجيب حجمه. كان قانون حجم المكعب عبارة عن طول الحرف في نفسه. يبقى كان حجم المكعب عندي السنة اللي فاتت كنت بقول عليه طول الحرف في نفسه. طب أنا طول الحرف هنا عندي كام؟ 4. همسك الأربعة دي أضربها في نفسها 3 مرات، يبقى 4 في 4 في 4 قال لي يديني 64. كنت بقول عليها 64 سنتيمتر مكعب. خد بالك ان الاربعة في الاربعة في الاربعة اخدتها في درس الضرب المتكرر، ان انا كنت ممكن اكتبها 4 أس 3. يعني أس 3 يعني أنا ضربتها في نفسها 3 مرات. فلما ضربت 4 أس 3 طلع لي الحجم عندي 64. طب ايه الإفادة من هنا؟ ان الجذر التكعيبي هو المقصود به مكعب العدد. يعني ايه مكعب العدد؟ يعني اي عدد أس 3 الناتج بتاعه اقدر اجيب له الجذر التكعيبي ليه. فلما كنت اجي اقول ان 4 في 4 في 4 تديني 64، اذا ال 64 دي هي مكعب للعدد 4. يعني ايه مكعب للعدد 4؟ يعني الاربعة دي كانت مرفوعة لأس 3، يعني انا ضربتها في نفسها 3 مرات. يبقى تعريف الجذر التكعيبي هو مكعب العدد. طب ايه هو رمزه؟ قال لي رمزه الجذر وبحط عليه 3. طب زراره على الآلة اسمه ايه عشان اجيبه؟ قال لي بسيطة جدا، نفس زرار الجذر التربيعي بس بدوس قبل منها علامة شيفت وادوس علامة الجذر. فبمسك الآلة بتاعتي واقول لها ادي شيفت واحط علامة الجذر فيطلع لي على الآلة الجذر التكعيبي. طيب تعال نشوف أمثلة على اللي احنا بنقوله. بيقول لي هنا أنا عايز أجيب الجذر التكعيبي للعدد 8. يعني إيه الجذر التكعيبي للعدد 8؟ يعني إيه العدد اللي أضربه في نفسه 3 مرات يديني 8؟ قال لي العدد اللي أضربه في نفسه 3 مرات يديني 8 هو 2 في 2 في 2. يبقى الجذر التكعيبي لل8 يديني 2. معرفتش طب أعملها إزاي يا ميس؟ أقول له هدوس على الآلة شيفت جذر يديني الجذر التكعيبي وادوس علامة 8 يساوي 2. اذا الجذر التكعيبي لل8 يساوي 2. طيب لما يجي يقول لي انا عايز اجيب الجذر التكعيبي لل27، الجذر التكعيبي لل27 يقول لي ايه العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديني 27؟ قال لي 3 في 3 تديني 9. 9 لما اضربها في ال3 تديني 27. يبقى ال27 دي معناها 3 في 3 في 3. يبقى الجذر التكعيبي لل27 هي المقصود بيها 3. معرفتش اقول لآلتي شيفت جذر فيديني علامة الجذر التكعيبي وادوس علامة ال27 يساوي عندي 3. طب الجذر التكعيبي للواحد ايه العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديني 1؟ قال لي طبعا هو الواحد، لان 1 في 1 في 1 يديني 1. طيب لما اجي اقول لك انا عايزه اجيب الجذر التكعيبي لل125، قال لي الجذر التكعيبي لل125 يديني 5. معرفتش ارجع لي الآلة زي ما اتعلمنا. طب الجذر التكعيبي لسالب 216، واحد هيقول لي انت قلت لي قبل كده ان الجذر ملهوش دعوه بالسالب. لا استنى، الكلام ده في الجذر التربيعي، لكن لما يكون عندي الجذر التكعيبي بيحافظ على اشاره السالب زي ما هي. انا عندي سالب تحت الجذر
تنزل زي ما هي، ما جيش جنب منها. واقول له الجذر التكعيبي لل 216 يعني ايه العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديني 216؟ يقول لي 6 في 6 في 6. اذا الجذر التكعيبي للسالب 216 هو سالب 6. طب الجذر التكعيبي للصفر ايه العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديني صفر؟ قال لي 0 في 0 في 0. اذا الناتج بتاعي 0. يبقى انا عرفت ان انا بجيب الجذر التكعيبي ازاي على الآلة. بتدوس على الآلة بزرار شيفت جذر واحط الناتج اللي عندي تحت الجذر ويجيب لي العدد. طيب الجدول اللي انا هديهولك ده جدول يسهل عليك الجذر التكعيبي. يعني اول ما الميس او المستر يسالك او انت يجيلك في السؤال يقولك الجذر التكعيبي لعدد معين وفي اعداد كتيره بتبقى مشهوره، تعال نتعرف عليها عشان تبقى سهله بالنسبه لك من غير ما تحتاج الاله الحاسبه. لو انا قلت الجذر التكعيبي للواحد قال لي يديني 1. طب الجذر التكعيبي للثمانية، الثمانية ده عدد زوجي يحب الاتنين. طب الجذر التكعيبي لل27 قال لي ال27 تحب التلاتة. الجذر التكعيبي لل64 انا اولي 4 يبقى تديني 4. طب الجذر التكعيبي لل125 قال لي اولي 5 تديني 5. الجذر التكعيبي لل216 اولها 6. طب الجذر التكعيبي لل343 تعال اعرفك طريقه 3 و4 تديني 7 يبقى الجذر التكعيبي لل343 تديني 7. طب الجذر التكعيبي لل512 اجمع الاثنين والواحد 3 3 و5 تديني 8 يبقى هتديني هنا 8. الجذر التكعيبي ل729 ادي اوله 9 يبقى يديني 9. الجذر التكعيبي لل1000 يديني 10 وده كنت بسميه السنه اللي فاتت في سنه 6 هو جدول الحجوم. كنت اجي اديك الحجم فتقول لي يطلع طول الحرف بالشكل ده. المره دي حولنا الاسم ان لو انا اديتك الجذر التكعيبي لاي من الاشكال دول او من الاعداد دي على طول تقول لي يطلع بالطريقه اللي انا علمتها لك ان الواحد جذره التكعيبي 1، الثمانيه جذرها التكعيبي 2 تحب الزوج 2، الجذر التكعيبي لل27 هو 3، الجذر التكعيبي لل64 هو 4، الجذر التكعيبي لل125 ال5، الجذر التكعيبي لل216 هي 6، الجذر التكعيبي لل343 ال7، الجذر التكعيبي لل512 هي 8، اما الجذر التكعيبي لل729 9، الجذر التكعيبي لل1000 هو 10. غير كده يا ميس انت عرفتيني ان انا ادوس شيفت واحط علامة الجذر التربيعي يطلع لي على الآلة جذر وفوق منه أس 3 يعني الجذر التكعيبي. تعال نشوف أول أفكار عندي من المسائل هنحلها ازاي. وخد بالك احنا المرة دي وفي السنة تانية اعدادي واولى اعدادي خاصة هنحل اسئلة كتاب المدرسة عشان يبقى معاك تمارين كتاب المدرسة دايما. تعالى بيقول لي هنا اكمل الجذر التكعيبي لل216. يا ميس انت قلت لي من شوية ان ال216 ده اولها 6 تديني 6. طب لو ما عرفتش استخدم الآلة. طب الجذر التكعيبي ل1 من 1000 قال لي معرفش لازما اعدلها الاول. هي دي متعدلة؟ لا يا ميس دي كده مش عدلة. طب اعدلها. هحط الجذر التكعيبي بتاعي زي ما هو. ال1 من 1000 يعني كان في الأصل هو 1 على 1000. تعال نحل. هجيب الجذر التكعيبي للبسط واجيب الجذر التكعيبي للمقام. الجذر التكعيبي لل1 يديني 1 والجذر التكعيبي لل1000 يديني 10 يبقى طلع لي الإجابة بتاعتي 1 على 10 وهي لو أنا قلت له هي 1 جزء من 10 يبقى سواء كتبتها كده أو كتبتها كده هي صح. الفكرة كلها في الأول إن أنا أعدلها. طيب الجذر التكعيبي لل8 زائد الجذر التكعيبي للسالب 8 حاضر. الجذر التكعيبي لل8 أنا عارف إن هو يديني 2 زائد الجذر التكعيبي للسالب 8 طالما في سالب تحت الجذر لازم انا احافظ عليها واكتبها زي ما هي. طب ال8 جذرها التكعيبي قلنا 2. طب انا عايزه اجمع دلوقتي 2 زائد سالب 2. انا واخد قبل كده معلومه ان اي عدد زائد معكوسه الجمعي الناتج بتاعي يديني 0. يبقى اي عدد لو جمعته على معكوسه الجمعي يديني 0. تعال نشوف السؤال اللي بعد منها. سالب الجذر التكعيبي لسالب 1. خد بالك في سالب قبل الجذر يبقى انا هحطها زي ما هي. الجذر التكعيبي للسالب 1 في سالب تحت الجذر ينزل والواحد جذره التكعيبي 1. طيب ناقص ينزل
الجذر التكعيبي هنا الجذر التربيعي للواحد. طب الجذر التربيعي للواحد كان برضو واحد. يبقى المسألة هنا جايبه لي جذر تكعيبي وجايبه لي جذر تربيعي من السنة اللي فاتت. يجي لي من السنة اللي فاتت؟ يجي لي من السنة اللي فاتت لأن أنا درسته. يبقى الجذر التكعيبي للسالب واحد اداني سالب واحد، وكان في بره سالب نزل، ناقص الجذر التربيعي للواحد اداني واحد. تعال نحل المسألة. لما يكون عندي سالب قبلها سالب يخبطوا في بعض ويديني موجب. سالب قبلها سالب يعمل لي شكل واحد بيضحك ويديني موجب. بقى معايا موجب واحد وسالب واحد يديني صفر. يبقى موجب واحد زائد سالب واحد اداني صفر. تعال نشوف المسألة اللي بعديها. الجذر التكعيبي لألف أس 3. أي عدد أو أي رمز تحت الجذر مرفوع لأس، علشان أحله أنزل الرمز بتاعي زي ما هو، وبمسك الأس اللي جوه أقسمه على قيمة الجذر. طب قيمة الجذر بكام؟ ب3. يبقى أنا هقسم ال3 اللي جوه دي على ال3 اللي بره. 3 على ال3 فيها الواحد، والواحد أنا ما بكتبهوش، يعني الجذر التكعيبي الألف تكعيب هو يديني ألف. سالب الجذر التكعيبي لل64 على الجذر التربيعي لل64. طب تعالى نحلها. دول جذرين مقسومين على بعض، احل كل واحد لوحده واطلع الناتج. في سالب بره تنزل زي ما هي، اشد شرطة كسر. الجذر التكعيبي لل64 هو 4، والجذر التربيعي لل64 هو 8. خد بالك تاني، الجذر التكعيبي لل64 هي 4، والجذر التربيعي لل64 هي 8. طب السالب دي بتاعت مين؟ بتاعت المسألة، نزلت زي ما هي. تعال نحل المسألة اللي بعدها. الجذر التكعيبي لسالب 8 أس 2. يا ميس انت من شوية قلتيلي ان الجذر لما بيكون تحت منه أس، امسك الأس ده واقسمه على الناتج بتاع الجذر. طب الكلام ده ازاي؟ طب انا هنا عندي فيه عدد سالب، طب وعنده فوق أس 2. طب انا الاول افك الأس 2 ده وبعد كده اشوف الحل بتاعي هيبقى ازاي. طب ليه ما ينفعش اطبقها زي اللي فوق؟ قال لي اللي فوق دي كانت رمز فكانت مساعداني. هنا انا عندي عدد مرفوع لأس، اذا لازم الاول افك العدد بتاعي واشتغل عليه. يبقى انا هنزل الجذر التكعيبي بتاعي زي ما هو، واقول له الاتنين ده زوجي بيعمل ايه في اشارة السالب؟ بياكلها، فتديني 8 أس 2. طيب هي 8 أس 2 يعني ايه 8 أس 2؟ يعني 8 في 8. 8 في 8 تديني 64. طب الجذر التكعيبي لل64 قال لي يديني 4. تاني، لما بيكون عندي جذر تكعيبي وفي عدد تحت منه ومرفوع لأس، الأول أفك العدد اللي تحت الجذر ده بالأس اللي مرفوع ليه القيمة بتاعته، وبعد كده أوجد الجذر التكعيبي للعدد الجديد. تعال نشوف هنا الجذر التكعيبي لتمن أس 2 أو 1 على 8 أس 2. هنزل الجذر التكعيبي بتاعي زي ما هو، وارجع أقول له 1 على 8 أس 2 يعني 1 أس 2 بواحد، ربعته. و8 أس 2 يعني 8 في 8. طب هي 8 في 8 تديني كام؟ قال لي 64. تعال نجيب الناتج للجذر التكعيبي للواحد على ال64. الواحد جذرها التكعيبي 1، وال64 جذرها التكعيبي 4. إذا أنا لازم أعدل المسألة الأول وبعد كده أجيب الجذر التكعيبي للناتج. تعال نشوف مسألة رقم 9 بتقول لي إيه. بيقول لي القيمة المطلقة للجذر التكعيبي لسالب 125. انا عارف من سنة 6 ان القيمة المطلقة بتاكل اشارة السالب. يبقى اول حاجة من قبل ما افك اي حاجة ان العصايتين دول هياكلوا السالب. يبقى انا اول حاجة اكلت بالعصايتين دول علامة السالب، اتبقى لي عندي الجذر التكعيبي لل125. طب الجذر التكعيبي لل125 يديني 5. الاجابة بتاعتي اللي هنا طلعت جزء من المسألة 5. طب هو بيسألني ده يساوي الجذر التربيعي لمين؟ يعني بالشيء البلدي كده، يعني الجذر التربيعي لأنهي عدد يديني 5. لما بيكون عندي عدد وعايز أدخله تحت الجذر التربيعي أربعه. يبقى أنا لو عندي عدد
وعايزة ادخله تحت الجذر التربيعي بربعه. يعني ايه بربعه؟ يعني 5 أس 2 تديني 5 في 5 ب25، يبقى جذر 25 يديني 5. والجذر التكعيبي لل125 هو كمان اداني 5، يبقى اذا الجذر التكعيبي لل125 يساوي الجذر التربيعي لل25، والاتنين خرجوا لي 5. تعال نفهم سؤال رقم 10. الجذر التكعيبي لسالب 8 على 27. كل دي من أسئلة الكتاب. السالب هتنزل زي ما هي. الجذر التكعيبي لل8 يديني 2، والجذر التكعيبي لل27 اتفقنا يدينا 3. ما عرفتش اقول لآلتي. طيب الجذر التكعيبي لل27 ناقص الجذر التكعيبي لل64. هحل الجذر ده الاول واحل الجذر ده الاول واطرحهم من بعض. الجذر التكعيبي لل27 يديني 3 ناقص الجذر التكعيبي لل64 يديني 4. 3 أشيل منها 4. لما باجي أخد من عدد صغير عدد كبير بنزل نفس الناتج اللي أنا عارفه وحط إشارة السالب، فطلع الناتج -1. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. الجذر التربيعي لل9 زائد الجذر التكعيبي لل8. الجذر التربيعي لل9 أنا عارف إن هي بتديني 3، لأن 3 في 3 تديني 9، زائد الجذر التكعيبي لل8 هنزل السالب، وال8 جذرها التكعيبي احنا اتفقنا ان هو ب2. طيب 3 زائد -2 طالما عندي عددين مختلفين في الإشارة أطرح وانزل إشارة العدد الكبير. مين الكبير؟ ال3 ولا -2؟ ال3. طب إشارتها إيه؟ موجب، يبقى أنا هحط موجب. 3 لما أخد منها 2 تديني 1. الجذر التكعيبي، ودي من المسائل المهمة، لسالب 27 ألف أس 6. عندي عدد وعندي في نفس الوقت رمز. خلاص أنا هحل كل حاجة لوحدها. السالب هتخرج زي ما هي. ال27 جذرها التكعيبي 3. طيب وألف أس 6 الميس قالت لي أي رمز عليه أس، امسك الأس ده واقسمه على قيمة الجذر، فأنا هنزل الألف زي ما هي. والستة لما اقسمها على ال3 هتديني 2، يبقى طلعت الإجابة كلها بتاعتي -3 ألف أس 2. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده من الأسئلة المهمة. جذر 16 تساوي الجذر التكعيبي لمين؟ زي ما حليناها في سؤال رقم 9، بس المرة دي مديني الجذر التكعيبي يساوي جذر تكعيبي. طيب أنا عندي هنا بيعمل إيه؟ قال لي طالما مديني جذرين زي بعض بحل الجذر اللي عنده العدد اللي موجود، وبعد كده اشوف هكعب العدد لو مديني جذر تكعيبي، هربع العدد لو عايز جذر تربيعي تاني. يبقى طالما مديني جذرين بيساووا بعض، واحد تربيعي وواحد تكعيبي، اشوف العدد عند مين؟ العدد هنا عند الجذر التربيعي، يبقى الجذر التربيعي لل16 ده كله اداني 4. ال4 دي انا عايز اعرف لها مين اللي جذره التكعيبي يدينا 4. اذا انا عايز ادخل ال4 دي تحت الجذر التكعيبي. عشان تدخل ال4 تحت الجذر التكعيبي كعبها، يعني خليها أس 3. طب 4 أس 3 يعني تديني كام؟ يعني 4 في 4 في 4 يعني تديني 64. يبقى كان تحت الجذر المفروض احط 64. يا ميس الجذر التكعيبي لل64 يديني 4، والجذر التربيعي لل16 يديني 4. اذا الجذر التربيعي ده بيساوي الجذر التكعيبي لنفس عدد تاني. طيب هنا بيقول لي الجذر التكعيبي للجذر التربيعي 64. انا عندي جذرين تحت بعض، اللي بره جذر تربيعي واللي جوه جذر تربيعي، اللي بره جذر تكعيبي واللي جوه جذر تربيعي. طب اعمل ايه؟ قال لي حل اللي جوه الاول. اللي جوه جذر تربيعي، يبقى انا المفروض الاول امسك جذر التربيعي لل64 واجيب الناتج بتاعه. جذر التربيعي لل64 هو ال8، اوعى تتلخبط بينها وما بين الجذر التكعيبي لل64. طيب جذر التربيعي لل64 هي ال8، يبقى انا هرجع اكتب كده ادي الجذر التكعيبي اهو، واشيل الجزء ده كله واحط مكانه 8. اذا انا اصبحت عايزه اجيب الجذر التكعيبي لل8، وال8 دي قلنا جت منين؟ اخدنا الجذر التربيعي اللي تحت الجذر التكعيبي وجبنا قيمته، رجعت حذفته خالص وحطيت مكانه 8. طب الجذر التكعيبي لل8 هتديني 2. بكده احنا انتهينا من اسئله الاكمل اللي موجوده في كتاب المدرسه.
تعال نشوف سؤال اختر. من أسئلة الاختر دي أسئلة مهمة لأني لازم أحلها الأول عشان أجيب الناتج الصح. بيقول لي هنا أنا عندي السؤال بيقول لي أنا عايز أجيب الجذر التكعيبي ل3 و3/8 زائد الجذر التربيعي ل25%. عشان أحل أي مسألة فيها جذور لازم أنا أعدلها. يعني إيه لازم أنا أعدلها؟ يا إما أخليها عدد صحيح يا إما أخليها عدد نسبي. ده عدد كسري فلازم أنا أحله الأول. يبقى أنا هحل الجذر ده الأول، هشد جذر تكعيبي، أظبط الأول المسألة بتاعتي وأحط ال8 بتاعتي زي ما احنا متعلمين وأقول له هنزل أضرب أطلع أجمع. يبقى أنا هنزل أضرب أطلع أجمع 3 في 8 ب24، هزود عليها 3. أما أزود على ال24 3 هتديني 27. طيب زائد 25 من 100 الجذر التربيعي ل25 من 100. أحط الجذر التربيعي بتاعي الأول واظبط المسألة. 25 من 100 يعني أصلها 25 على 100. تعال نحلها. الجذر التكعيبي ل27 يديني 3 والجذر التركيبي ل8 يديني 2 زائد الجذر التربيعي ل25 هيديني 5 والجذر التربيعي ل100 هيديني 10. لما اجي اجمع بآلتي كسرين زي بعض هنا انا مش محتاج ان انا هقول هوحد المقامات. امال انا اعمل ايه؟ انا معايا الآلة بتاعتي هقول له ادي 3 على ال2 على اللي هي شرطة الكسر اللي هنا، ادوس سهم على جنب زائد 5 على 10 تساوي ادتني الحسبة كلها 2. طب كان ينفع اجيبها بطريقة تانية؟ تعال نشوف. ادي 3 على ال2 زائد 5 على 10. طب هي 5 على 10 دي تقبل الاختصار؟ على ال5 فيا الواحد على ال5 فيا ال2. طيب هي ال2 دي وال2 دي نفس المقامات، 3 و1 هتديني 4. 4 على ال2 يطلع الإجابة بتاعتي برضو في ال2. هنا فهمناها بإيدينا وهنا فهمناها بالآلة الحاسبة. يبقى إذا إجابة السؤال بتاعتي هي 2. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي هنا من ضمن الأسئلة المهمة جدا، بيقول لي إذا كان سالب جذر التربيعي ل25 بيساوي الجذر التكعيبي للصاد. أنا عايزة أحلها. الميس قالت لما بيكون عندي جذرين بيساووا بعض شوف الجذر اللي عندك اللي تقدر تحله الأول وابتدي حل. طب تعالى نشوف. الجذر التربيعي اللي عندي لل25 أنا هحله الأول. السالب دي بره الجذر تنزل زي ما هي ما جيش جنبها، أدي سالب. جذر التربيعي لل25 يديني 5. طيب أنا عايز السالب 5 دي إيه اللي جذرها التكعيبي يديني سالب 5؟ قال لي بسيطة، همسك السالب 5 دي عشان ادخلها تحت الجذر التكعيبي، همسك السالب 5 اكعبها زي ما الميس قالت لي في الورقه اللي فاتت. طيب يعني ايه سالب 5 أس 3؟ لما بيكون عندي الأس بتاعي فردي بيسيب إشارة السالب زي ما هي، و5 أس 3 يعني 5 في 5 في 5 تديني 125. إذا إجابتي تديني سالب 125. يبقى أنا الناتج بتاعي طلع سالب 125. طب تعالى نشوف واحدة كمان. إذا كان س أس 3 بيساوي 64 فإن جذر السين يساوي كام؟ دايما حل في الأول إذا كان، وإذا كان هو اللي هيوصلك في كلمة فإذا إن أو فإن. طيب س أس 3 ب64، أنا عايزة أجيب جذر السين، إذا أنا المفروض الأول أجيب قيمة السين. طب ما أنا عارف إن السين أس 3 بتساوي 64. علشان أجيب السين إيه عكس أس 3؟ هو الجذر التكعيبي. يبقى عكس أس 3 الجذر التكعيبي، والمرة اللي فاتت قلنا عكس أس 2 هو الجذر التربيعي. يبقى أنا هجيب الجذر التكعيبي لل64 اداني 4. إذا أنا جبت قيمة السين دلوقتي طلعت قيمتها ب4. إذا أنا دلوقتي هل عايز ال4 دي ولا عايز لسه الجذر للسين؟ لو قال لي هات السين كانت الإجابة طلعت 4، لكن هو بيقول لي هات جذر السين. طب هي السين طلعت بكام؟ طلعت ب4. يبقى أنا عايز أجيب جذر ال4 اللي هو هيديني عندي 2. ركز كويس جدا هو عايز منك إيه. بيقول لي هنا ناخد نفس السؤال تاني. إذا كان س أس 3 بيساوي 27 أنا عايز أجيب س تربيع. أي كلمة إذا كان حلها الأول.
يبقى س تكعيب بتساوي 27، يبقى انا المفروض اجيب من دي السين. عشان اجيب س عليها اس 3 اجيب قيمتها، اخد الجذر التكعيبي للعدد اللي بيساويها. الجذر التكعيبي لل27 حفظناه يديني 3. هو عايز س اس 2، مش عايز السين بس، خد بالك ما تتسرعش وتختار التلاتة. هو عايز س اس 2، يعني عايز التلاتة اخليها عليها اس 2. طب 3 اس 2 يعني كام؟ قال لي يعني 3 في 3. طب 3 في 3 هتديني 9، اذا الاجابة بتاعتي طلعت 9. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. بيقول لي هنا اذا كان س على 3 بيساوي 9 على س اس 2، فإن قيمة السين. استنى بقى، السنة اللي فاتت قلت لما بيكون عندي كسر أو نسبة بتساوي نسبة وأنا عايز أجيب قيمة المجهول، بعمل حاجة عندي اسمها مقص، اللي هي كانت اسمها حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. طب تعالى نشوف. أنا همسك بداية المقص بتاعتي من أول بسط، همسك السين أضربها في سين. سين في سين أنا واخدها في أولى إعدادي، أنزل سين واحدة وأجمع الأس، دي أسها 1 ومش مكتوب، ودي أسها 2، ف1 و2 يديني 3. يبقى س أس 1 في س أس 2 ادتني س أس 3. نزلت سين واحدة وجمعت الأس، يساوي 3 اما اضربها في 9 هتديني 27. طب انا عايز س اس 3 ولا هو بيدور على س؟ لا ده بيدور على س. علشان اجيب السين هقول له بيساوي الجذر التكعيبي لل27، واحنا قلنا من شويه ان الجذر التكعيبي لل27 يديني 3، اذا طلعت قيمه السين تساوي 3. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعدها. بيقول لي الجذر التكعيبي لس اس 6 هو بيساوي الجذر التربيعي لمين؟ الجذر التكعيبي لس اس 6 الميس قالت لي طالما عندك جذر تكعيبي يساوي جذر تربيعي حل اللي عنده العدد الاول. انا عندي الجذر التكعيبي هو اللي موجود. طب الجذر التكعيبي لس اس 6 الميس قالت لي نزل الرمز وامسك الأس اللي تحت الجذر اقسمه على قيمة الجذر. طب 6 على 3 يبقى فيا الاتنين، بقيت س أس 2. السين أس 2 دي أنا محتاجة أدخلها تحت الجذر التربيعي. عشان أدخل السين أس 2 تحت الجذر التربيعي إذا لازما أربعها. يبقى أنا ليه هربعها يا ميس؟ علشان أدخل السين أس 2 دي تحت الجذر التربيعي اللي هو طالبه مني. طب س أس 2 الكل أس 2 أعمل إيه؟ أنزل السين، وأنا واخد السنة اللي فاتت أي أس داخلي عليه أس خارجي اضرب الأسين في بعض. يبقى لما بيكون عندي أس داخلي فوق منه أس خارجي بضرب الأسين في بعض، 2 في 2 تديني 4، فطلعت عندي الإجابة بتاعتي س أس 4. نشوف آخر سؤال. بيقول لي اوجد مجموعة الحل في نون. اوجد مجموعة الحل في نون يعني عايزني أحل المعادلة. علشان أحل أي معادلة تعالى نفتكر كنا بنحلها إزاي. كانت الفكرة كلها إن أنا لازم يبقى عندي كفتين، كفة في اليمين وكفة في الشمال. كفة يبقى فيها س وكفة يبقى فيها أرقام. طب تعالى نحل الكلام ده بالمثال اللي قدامي. بيقول لي س أس 3 زائد 27 بيساوي 0. تعالى نحلها. علشان احل اي معادله لازم انا احافظ على الكفه الاولانيه يبقى فيها السين. يبقى اول حاجه ببص ايه اللي جنب السين تكعيب هنا. قال لي جنب السين تكعيب 27 موجب 27. تعال نشوف نخلص منها ازاي. اول حاجه هنزل السين تكعيب بتاعتي زي ما هي، واليساوي بنزله زي ما هو، والصفر بنزله زي ما هو. يبقى انا نزلت السين تكعيب، نزلت علامه اليساوي، ونزلت العدد اللي ورا علامه اليساوي. ايه اللي زايد عندي؟ زائد 27. أعديه الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى سالب 27. ننزل سطر جديد، س تكعيب هتنزل زي ما هي، صفر أشيل منه 27 هيديني سالب 27. علشان أجيب قيمة السين أنا عندي هنا س تكعيب، أي قيمة للسين عليها أس 3، يعني كأني بقول له في سر كده إن أنا هعمل أخذ الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى معنى ان انا بجيب قيمه السين لوحدها يبقى كاني باخد الجذر التكعيبي للكفه اليمين والجذر التكعيبي للكفه الشمال. الجذر التكعيبي لسين تكعيب كاني حطيتها تحت الجذر التكعيبي، فانا عارف ان التلاتة هتاكل الجذر التكعيبي فهتديني س. الجذر التكعيبي لسالب 27 تعال نخرجها.
السالب هيفضل زي ما هو. 27 جذرها التكعيبي 3. قبل ما اكتب مجموعة الحل بسأل نفسي هو عايزني احسبها في نون، هل السالب 3 دي جوه النون؟ ده عدد صحيح، يبقى ينتمي الى مجموعة الاعداد النسبية. اذا مجموعة الحل افتح قوس مجموعة لانه عايزها مجموعة، واحط السالب 3 اللي هي قيمة السين. طيب تعالى نشوف مسألة كمان. انا عندي هنا 8 س تكعيب زائد 7 بتساوي 8. اول حاجة يا ميس لازم أنا اخلي السين تكعيب في كفة، بس انا عندي هنا السين تكعيب جنب منها ال8 لازقة فيها وفي عليها زائد 7. طب اخلص من مين؟ قال لي لما باجي اخلص بخلص من البعيد وبعد كده القريب. البعيد يعني المقصود بيه الزائد والناقص، اما القريب يعني العدد اللي لازق فيها. يبقى اول حاجة يا ميس انا همسك ال8 س تكعيب دي انزلها زي ما هي، وامسك اليساوي وانزله زي ما هو، وادي ال8 كمان نزلتها. الزايد عندي زائد 7، هيعدي الناحية التانية بقى ناقص 7. انزل سطر جديد. 8 س تكعيب بتساوي 8 شيل منها 7 تديني 1. السين تكعيب جنبها لسه في عدد اسمه 8. اي عدد جنب السين احنا قايلين عليه من المرة اللي فاتت ببتدي ان انا اقسم عليه. يبقى انا هقسم هنا على 8 واقسم كمان هنا عندي على ال8. 8 على ال8 فيها الواحد، يبقى ده كله اداني 1. نزلت السين تكعيب زي ما هي. 1 على 8 ينزل زي ما هو. طب انا عايزه اجيب السين، يبقى السين تساوي الجذر التكعيبي ل1 على 8. تعال نشوف الجذر التكعيبي للواحد هيديني 1. طب الجذر التكعيبي لل8 هيديني ال2. هل النص ده بينتمي للاعداد النسبيه؟ بسط على مقام ومقامي لا يساوي الصفر، اذا انا بنتمي لنون. يبقى في الحاله دي اقدر اكتب مجموعه الحل. اذا مجموعه الحل لس هي النص. نشوف السؤال اللي بعد كده، والسؤال ده مهم وموجود في كتاب المدرسة، وطالما موجود في كتاب المدرسة يبقى هو وضع امتحان. بيقول لي هنا س زائد 3 الكل أس 3 بيساوي 343. علشان أحل مسألة فيها قوس اسأل نفسك بعد ما قفل القوس جنب منه زائد أو ناقص بره هنا؟ لا، هنا مفيش أي حاجة. طب بعمل إيه؟ أول حاجة يا ميس بعملها لازم أنا أشيل التلاتة اللي على القوس دي. طب إيه عكس أس 3؟ الجذر التكعيبي. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان انزل اللي جوه القوس زي ما هو. يبقى طالما ما فيش حاجه بره القوس اذا انا هاخد الجذر التكعيبي مباشره للطرفين. يبقى اول حاجه انا همسك السين زائد 3 اللي جوه القوس دي انزلها واقول له انا هجيب الجذر التكعيبي. عشان كده انا خلصت من كام؟ من الاس 3 لل 343. بقت س زائد 3 تساوي الجذر التكعيبي ل 343 يديني السبعة. بقت مساله عاديه. ايه اللي جنب السين؟ زائد 3. امسكها واوديها الناحية التانية بعكس الاشارة. بقت س تساوي 7، هشيل منها ال3. بقت السين عندي تساوي 7 اما اشيل منها 3 تديني 4. طب هل ال4 دي بينتمي للاعداد النسبية؟ تنتمي للاعداد النسبية. اذا مجموعة الحل في ن هتساوي المجموعة 4. تعال نشوف اخر سؤال معايا في حل المعادلة. 5 س ناقص 2 الكل أس 3 زائد 10 بيساوي 18. ايه اللي يخلي المسألة دي مختلفة عن اللي قبلها؟ المسألة اللي قبلها كان بره القوس مفيش حاجة، اما المسألة دي بره القوس هنا مجموع عندي زائد 10. يبقى ما ينفعش هنا اجيب الجذر التكعيبي على طول. امال اعمل ايه؟ اخلص من العدد اللي اسمه زائد او ناقص اللي جنبها. ما القوس ده زيه زي المسألة دي بالظبط، كأن القوس ده كله اسمه س تكعيب. طب في حاجه جنب ده زائد، يبقى انا هوديه الاول الناحيه التانية. يبقى انا عشان احل مساله زي دي اول حاجه هنزل القوس بتاعي زي ما هو، مش هاجي جنبه لان لسه في 10 عايزه اخلص منها، واقول له يساوي ال18 هنزلها. ايه عكس زائد 10؟ هتبقى ناقص 10. ارجع انزل القوس بتاعي تاني زي ما هو لحد ما اخلص الكفه اللي في الناحيه التانية. ال18 لما اجي اشيل منها 10 هتديني 8. كده بقى عندي قوس ما جنبهوش حاجه تاني بيساوي 8. طب انا عايزه اخلص من اس 3 عشان انزل اللي جوه القوس هاخد الجذر التكعيبي. معنى ان انا اخد الجذر التكعيبي يبقى انا هنزل اللي جوه القوس زي ما هو. الجذر التكعيبي لل8 ارجع سطر جديد يبقى 5 س ناقص 2 والجذر التكعيبي لل8 يديني 2. بقت معادله عاديه.
ايه اللي جنب السين؟ الخمسة والسالب 2. الميس قالت لي اخلص من البعيد الاول. من البعيد السالب 2. يبقى انا هنزل الخمسة س زي ما هي، وهنزل اليساوي، وهنزل الاتنين، وهودي دي الناحية التانية بعكس الاشارة، بقت موجب 2. يبقى انا عندي هنا 5 س تساوي 2 زائد 2 هتديني 4. ايه اللي لازق في السين؟ الخمسة. عايزه اخلص منها، هقسم الطرفين عندي على 5. هنا هقسم على 5 وهنا هقسم على 5. 5 على 5 كلها هتديني 1، بقت السين لوحدها. 4 على 5 ادتني 4 على 5 زي ما هي. هل ده عدد نسبي؟ ده بينتمي الى نون. اذا مجموعة الحل في نون تساوي 4 على 5. يبقى انا فكرة المعادلات تاني، عشان اخد اي معادلة لازم اوجد قيمة السين لوحدها في كفة والارقام تبقى في كفة عادية. لو انا عندي المسألة عادي زي المسألة الاولانية، بودي العدد الناحية التانية بعكس اشارته، وببتدي اجيب الجذر التكعيبي للطرفين. اما لو السين لازق فيها عدد، يعني مضروب فيها عدد ومجموع عليها عدد، اخلص الاول من البعيد اللي هو الجمع والطرح، وبعد كده الناتج اللي يطلع ابتدي اقسمه على العدد اللي جنب السين، وهات بعد كده الجذر التكعيبي. المسألة بتاعت الأقواس ودي اللي تقيلة شوية، لما بلاقي قوس تكعيب ما جنبهوش حاجة تاني زائد أو ناقص، بتعامل معاها ان هي زي المسألة رقم 1، بنزل اللي جوه القوس تكعيب وباخد الجذر التكعيبي للطرفين، وبعد كده بحلها كمعادلة عادية. أما لو كان القوس تكعيب ده جنب منه زائد او ناقص، اخلص الاول من الزائد والناقص، وبعد كده ابتدي هات الجذر التكعيبي للي جوه القوس وشوف العدد بتاعه جذره التكعيبي كام زي ما احنا عملنا هنا في ال8. وبعد كده ابتديت احلها كمعادله عاديه من الدرجه الاولى، واصبحت ان انا عندي لازما اشوف العدد اللي طلع ده ينتمي الى النون ولا لا. طبعا الدرس ده ليه باقي. الحصة الجاية هاخد التطبيقات اللي على درس الجذر التكعيبي، ونكمل بإذن الله بأمر الرحمن على حصة الهندسة إن شاء الله المرة الجاية. أتمنى إن أنت تكون تحل الواجب اللي هو الاختبار التراكمي بتاع كتاب المعاصر، لأن احنا حلينا أسئلة كتاب المدرسة، وأتمنى ليك الفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.